بەناوی خوای گەورە و میهرەبان، چاومان ڕوون بە دیدارتان شادین لە دیداری سلەیمانی. خۆشحاڵین لێرە هەموو کۆ دەبینەوە، بە تایبەتیش لە کاتێکدا کە کۆمەڵێک کێشە و گیر و گرفتی گەورە ڕووی کردوتە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست. ئەمە هەشتەمین جارە دیداری سلێمانی ساز دەکەین. لەم هەشت جارەدا لەم ساڵانەی ڕابردوودا ئەم دیدارە بۆتە سەکۆیەکی گرنگ بۆ باسکردنی کێشە و گیر و گرفتەکانی کوردستان و عێراق و ناوچەکانی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست. هیوادارم ئەم ساڵیش بە تایبەتی لەم ساتە وەختەدا کە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست دووچاری قەیرانی گەورە و ململانێ و گرژی زۆر بۆتەوە، ئەم دیدارە بە سوود بێ بۆ باسکردنی ئەو کێشە و گیر و گرفتانە و بە هیوای ئەوەی ڕێگا چارە و شێوازی بەڕێوەبردننی ئەم ململانێ و قەیرانانە باز بکرێ بە شێوەیەکی وا چیتر ئەم وڵاتانە دووچاری نەهامەتی و ناخۆشیەکانی شەڕ و ململانەکانی ڕابردوو نەبنەوە. بۆ شاری سلێمانی خۆشەویست ئەم دیدارە جێگەیەکی تایبەتی هەیە، شایستە بە سلەیمانیە پایتەختی ڕۆشنبیری کوردستان لە دروستکردنی ئەم زانکۆیەوە بەنیازی ئەوەی ناوەندێکی معریفی ڕۆشنبیری زانستپەروەر بۆ پێگەیاندنی نەوەکانی داهاتوو بۆ ئاوەدانکردنی وڵاتەکەمان بێنەکایەوە. هیوادارم ئەم زانکۆیە توانی بێتی هاوبەش بێ لەو بەرنامەیە بە هیوای ئەوەی سلێمانی، کوردستان، عێراق بگرە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست بەرەو ئارامی و بەرەو باشی و بەرەو خۆشگوزەرانی. سيداتي سادتي ضيوفنا الأكارم أصحاب السعادة والمعالي والسماحة، أتشرف باستقبالكم في ملتقى السليمانية الثامن. أننا نجتمع اليوم في ظل ظروف صعبة وعلى خلفية صراع مفتوح وتصعيد متزايد للتوتر في المنطقة. أن التزامكم بالحضور وعلى الرغم من التحديات اللوجستية والأمنية محل تقدير عميق. في عام 2013 ظهر هذا المنتدى كفكرة مبتكرة للعراق وإقليم كردستان. كان أملنا أن يكون منصة ذات تأثير مستفيدين من موقعنا المركزي والغني الذي تتمتع به في جغرافيا السياسية والثقافية والقضايا المحورية، وأردناها مساحة مناسبة للمناقشات والحوار البناء، ليس فقط حول الشؤون العراقية ولكن أيضا حول المنطقة الأوسع والأمن العالمي. وأنا اليوم أستطيع أن أقول لقد ازدهر منتدى السليمانية ليصبح تجمعا مثمرا وبارزا حقا. نشهد صناع سياسة ومسؤولين وخبراء من العراق والمنطقة الأوسع يشاركون بمساهمات ثاقبة ومهمة، والأهم من ذلك أن هذا يحدث في سياق من الحرية والموضوعية. التعليم سيداتي سادتي هو ركيزة أساسية لأي مجتمع مزدهر، حتى أولئك الذين يختلفون مع السياسة الخارجية الأمريكية يعترفون غالبا بقوة وأهمية نظام التعليم الأمريكي. فإن الجامعة الأمريكية في العراق والسليمانية تأسست في عام 2006، بدأت كحلم يشكك فيه العديد، واليوم تقف هذه الجامعة كمنارة نجاح نفتخر بها تفتخر الجامعة بخريجيها الذين يزيد عددهم عن 2500 خريج، حيث لا يقتصر طلابنا على جميع أنحاء العراق وحسب، بل يتزايد عدد الوافدين إلى هذه الجامعة من خارج العراق أيضا. أن هذه المؤسسة ليست فقط مؤسسة جامعية تعليمية أخرى، أنها حقا تحولت إلى حاضنة ممكنة للعقول الشابة لتكون مفكرين ناقدين ومساهمين فاعلين في مستقبل أكثر إشراقا.
نجتمع اليوم في مفترق طرق حاسم يواجه الشرق الأوسط تحديات هائلة مع شعور بالخطر يخيم في الأجواء، ويعقد هذا المنتدى على خلفية صراع عنيف وتصعيد دراماتيكي يهدد ليس فقط المنطقة لكن أيضا العالم من ورائها. قطعا المنطقة تقف على حافة الهاوية. علينا نحن في هذه المنطقة والمجتمع الدولي أن نعمل على خفض التصعيد والسيطرة على هذا الصراع المتفاقم. كل المؤشرات توحي بأن هذا لا سمح الله إن خرجت عن السيطرة تؤدي إلى كارثة كبيرة. أن العراق هو نفسه ضحية صراع على مدى العقود الأربعة الماضية، بدأ للتو يخرج من هذا النفق. استقراره مهم ومتحقق، لكن يبقى قلقا، ولا يمكننا أن نتحمل تبديد السلام المتحقق بشق الأنفس. يحتاج العراق في المقام الأول إلى حماية نفسه من الانجرار إلى هذه الدوامة من خلال تعزيز وحدته الداخلية وتعزيز سلطة الدولة وتغليب مفهوم المصلحة الوطنية، ويلعب دورا في خفض التصعيد. تواجه المنطقة حقيقة تحديات هائلة، بدءا بالنمو السكاني، البطالة المتفشية، والقضايا الاقتصادية الكبرى، وصولا إلى التدهور البيئي ونزوح اللاجئين. هذه ليست سوى بعض القضايا الأساسية التي يتعين علينا معالجتها. يجب أن يكون التفكير في دورة أخرى من الحروب والصراعات أمرا مستحيلا إن شاء الله. وهذا هو بالضبط الصعيد الدولي يبرز أهمية هذا المنتدى. مرة أخرى أقول أن حضوركم محل تقدير عميق، ونحن نجد أنفسنا شاكرين لكم لتجشم عناء السفر والتغلب على التحديات التي كانت في طريقكم للحضور إلى السليمانية. Ladies and gentlemen, if I may say a few words in English too, it's with immense honor that I welcome you all to the 8th Soleimani Forum. We gather today under challenging circumstances against a backdrop of open conflict and escalating tensions in the Middle East. Your commitment to be here, despite the logistical and security issues, is deeply appreciated. Back in 2013, this forum emerged as a novel idea for Iraq and Kurdistan region. We envisioned a platform of consequence, leveraging our central location and rich tapestry of geopolitics, culture, and critical issues. We believed this would be the space for crucial debates, not just for Iraq, but also for the wider region and the world beyond. Today, I can say that Suli Forum has blossomed into a truly productive and noteworthy assembly. Here we witness experts and policymakers from Iraq and the broader region engage in insightful discourse. And most importantly, we have always endeavored to make this dialogue to be free and objective. Education is truly the cornerstone of any thriving society. Even those who may disagree with American foreign policy often acknowledge the strength of the U.S. education system. Similarly, the American University of Iraq, inaugurated in 2006, began as a distant dream, doubted by so many. This today has emerged to become a beacon of success. We boast over 2,500 alumni with students not just from across Iraq, but increasingly from beyond. AUIS is more than just an institution. It's an incubator empowering young minds to become critical thinkers and active contributors to a brighter future. We gather today, ladies and gentlemen, at a critical juncture. The Middle East faces immense challenges, with a sense of danger hanging heavy in the air. The forum is being convened against a backdrop of conflict and dramatic escalations that threaten not just the region, but the world beyond. The Middle East stands on the brink of the precipice.
We in this region and the international community must work to de-escalate and bring this deepening conflict under control. This has all the markings of an utter disaster. Iraq itself, a victim of conflict and for the past 4 decades, is just emerging from this tunnel. Its stability, important, is real, but precarious and fragile. We cannot afford to squander this hard-won peace. Iraq needs foremost to protect itself from getting sucked into this dynamics through consolidating its internal unity, enhancing state authority, and making sure its national interest is the prevalent consideration, and also indeed to play its role in de-escalation. These are just some of the fundamental issues that we must address, but more importantly, we have daunting challenges of environmental degradation, jobs and employment of youth, and many other economic challenges awaiting our societies. War should not be another option for our countries. This is why I think this forum is so vital, especially being convened at this time against the backdrop of these important challenges. The presence of leading government officials and experts, both regionally and internationally, highlights the significance of this forum. Your presence is deeply, deeply appreciated. And I hope that you'll have a good 2 days of conversations and discussions, and also I very much hope that you will enjoy the hospitality of Sulaymaniyah in this wonderful spring times. Ladies and gentlemen, it gives me great pleasure to welcome a friend, a supporter of the American University, a constant visitor, guest of honor of Suleimani Forum over the years. My good friend, His Excellency, the President of the Kurdistan region, Nechirvan Barzani, to provide us with the inaugural speech for the Suleimani Forum. Kaka Nechir.